السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواني جعفر العمدة طلع براءة. وهنا مدينة أشمون. طبعا خلينا نكمل كلامنا. بناء عليه قررنا نحن محمود السيد حسين وكيل النائب العام اولا اخلاء سبيل جعفر طبعا نتفق أو نختلف في حبنا ومتابعتنا لمحمد رمضان، ده ما يمنعش اللي احنا نقول اللي هو بياع شاطر. يعني ايه؟ يعني بيعرف الزبون عاوز ايه وبيقدمه له زي ما هو عاوز. عملها قبل كده في مسلسل الأسطورة، ومش محمد رمضان بس، يعني أول واحد يعمل كده. والخلطة دي بتتعمل من زمان جدا، يعني كان بيعملها عادل إمام في حالة الأمبا سلام يا صاحبي، غير كده يعني ايه في الخيال أحلام العصاري كده، واللي هي يعني نفس القصة المعروفة، يعني خلطة كده. هو واحد غلبان جدا وماشي في حاله، بعد كده حد بيجي يظلمه ويدخل السجن، ويطلع من السجن ويبقى عايز يجيب حقه وبيجيبه. يعني وده اللي ما بيحصلش في الواقع. يعني في الواقع انت اتظلمت خلاص شكرا يابا، مفيش حاجه بترجع يعني في الاخره ان شاء الله. يعني انت اتظلمت في ما انت خلاص، يعني انت اتظلمت، ما انت لو تعرف تجيبه من الاول ما كنتش اتظلمت. انت فاهم؟ تسمع محمدين سامي ورمضان، يعني انت بتجيب حقك في 15 حلقه مثلا، يعني تجيب حقك فيهم، تحس ان انت كده ايه يعني خلاص ما. وده اللي يمكن بيلمس حته الظلم عند المشاهد، اللي هو بيبقى مثلا بالطبيعي المشاهد مطحون جدا، مثلا مديره ظلمه بتاع ولا حد ايه مديله على قفاه وكده، فبيتفرج فبيحس اللي هو ايه يعني كده ايه جاب حقه بقى وبتاع لما اتفرجوا على ايه على مسلسل او حاجه زي كده يعني. وبعيدا عن العقد يعني وتعكير دم المشاهد، يعني لما حد يجي يسالني ايه رايك في الحلقه الفلانيه بتاعت مسلسل، مش هقول له والله ما اعرفش وانا بتحرق ومحروق. يمكن ده مثلا ايه رأيي أنا الخاص بيا، اللي أنا مش شايف حاجة مثلا كويسة إن أنا أتفرج عليها. ونتمنى طبعا زي ما سامي ورمضان يعني بيجيبوا حق المظلوم، يعني يجي في الحقيقة، يعني يجي في الواقع. نتمنى اللي هو يرجع في الواقع، ميبقاش مجرد مسلسل بتتفرج عليه.